انا شاب 33 سنه، كنت متجوز وزوجتي كان عندها القلب وتوفى، وعندي ولد منها 7 سنين. المهم اتعرفت على واحده مطلقه معاها ولد وبنت توأم واتجوزتها، بس هي ما جابتش اي حاجه خالص عشان انا عندي بيت ملك لوحدي ومفروش مش ناقصه اي حاجه خالص. وانا جبت لها 60 جرام ذهب بس مفيش قايمه ولا حاجه، وجابت عيالها معانا انا وابني. حتى هي كانت بتجري في المحاكم على نفقه من طليقها، وانا قلت لها لا تروحي ولا تيجي، مش عايزين منه حاجه عشان انا الحمد لله حالتي الماديه كويس. المشكله انها بعد شهر من الجواز لقيت ابني بيشتكي منها كتير، والاقي اثار ضرب على جسمه. فانا كل لما اسالها بتضربيه ليه تقول لي عادي بضربهم الثلاثه. ومن وقت للتاني الاقي ابني بيخس ودايما بقى خايف ويقول لي ماما بتضربني من ايدي ورجلي، وانا كنت بقول يمكن انه بيتشقى كتير ولا حاجه. المهم ان في يوم كنت تعبان في الشغل ورجعت بدري قوي عن ميعادي، فتحت باب البيت لقيت عيالها بيلعبوا وهي كانت نايمه. بسال الولاد اخوكم فين؟ ابني لما سمع صوتي لقيته بيعيط في الحمام، رحت اشوفه لقيته قاعد على الارض في الحمام جسمه مهزوز ووشه كله دموع. واول ما شافني جري عليا وحضني وهو بيقول لي بابا ماما ضربتني علشان كسرت الكوبايه. انا اتجمدت، بصيت عليه لقيت كدمه كبيره على دراعه ورجله فيها علامه واضحه انه كان بيتضرب بسلك او عصايه، ولبسه مبلول وريحه الحمام كانت خنق كأن الطفل محبوس فيه من مده طويله. قلبي وقع وسحبت ابني في حضني وقلبي بيتقطع. خرجت بيه من الحمام وانا مخنوق، لقيتها خرجت من الاوضه بتتوب وبتقول ايه الصوت ده في ايه؟ قلت لها انت عملت ايه في الواد؟ كان محبوس في الحمام بيعيط وجسمه مليان ضرب. قالت لي ببرود ما هو غبي وبيعيط على الفاضي، ما انا بضرب ولادي زيه عادي يعني. رديت عليها وانا صوتي بيعلى عادي؟ ده ابني مش عبد عندي، وانت مش امه اصلا. انت فاكره انك لما جبت عيالك وجيتي تقعدي في بيت ليك الحق تعملي في ابني كده؟ تقول لي دي طريقه تربيتنا ولو مش عاجبك شوف لك حل. ساعتها خدت قرار لا رجعه فيه، سحبت ابني وقلت لها انا اللي هشوف لي حل وانت وولادك شوفوا لكم مكان تاني من دلوقتي. قالت لي ده بيتي زي ما هو بيت. ضحكت بسخريه وانا ماسك ابني. البيت باسمي وده ابني وانت ما جبتيش معاكي حتى شوك. انا اكرمتك في كل حاجه وجاي تربي ابني بالقسوه؟ لا والله. طلعت من البيت وخدت ابني ورحت بيت اهلي. اليوم اللي بعده رحت للمحامي ورفعت قضيه طلاق وجبت شهود وكمان تقرير طبي بالعلامات اللي في جسمي، وبدات اجراءات قانونيه فوريه. وبعد كام اسبوع خدت حكم بطردها من البيت لانها لا تملك فيه شيء. وابني رجع يضحك ويلعب وكل يوم يقول لي انا مبسوط انك بتحميني يا بابا.